امبارح في قاضي فيدرالي في ميرلاند وقف ومنع الايس ان هم يدخلوا الكنائس المعمدانية ويدخلوا معبد السيخ في كاليفورنيا. القرار ده كويس، وهو وقف طبعا مؤقت. هما الاتنين دول هما اللي رفعوا قضية وهما اللي كسبوها. فبالتالي هما الايس دلوقتي ما يقدرش يدخل جوه الكنائس ديت وجوه المعبد دوت. للاسف مش كل الكنائس ومش كل يعني ومش والمراكز الاسلاميه والحاجات ديت محدش منهم رفع حاجه، فبالتالي هما لغايه دلوقتي الموضوع من حق الايس ان هم يدخلوا يدوروا جوه المساجد والمراكز الاسلاميه والكنائس اللي هي غير الكنائس المعمدانيه. يعني الكنيسه الارثوذكسيه، الكنيسه مثلا القبطيه، الحاجات ديت نفس القصه. وده مش حاجه كويسه. يعني المفروض ان دي مراكز عباده، مراكز العباده ديت بتعمل دور رهيب وعظيم لحاجات كتيره. ايام الكوفيد كان في كنائس كتيره واعتقد اعتقد يعني جاء على ما اتذكر، يعني كان الجامع بتاع بروكلين بتاع مصعب بن عمير. كانوا بيعملوا مساعدات كتيره للناس ايام ما كانت الدنيا قافله، كانوا بيوزعوا اكل وحاجات كده. مش فلوس، بيوزعوا اكل وحاجات زي كده للناس في وقت الكوفيد لما كانت الدنيا كلها قافله والدنيا كلها بايظه والدنيا كان عندها مشاكل. كانوا بيساعدوا الناس، فضلوا يساعدوهم فتره كبيره يعني، طبعا من الميزانيات الخاصه بتاعتهم يعني. فطبعا يعني ايه، مهم جدا ان كانت المراكز ديت والحاجات ديت ان هي تشارك وترفع قضيه عشان تحفظ حقها وما يتمش دخول دور العباده من قبل الايس. دي خطوه كويسه، ويعني يا ريت تشجع الباقيين ان هم يمشوا على نفس المنوال. لان ده مكان مفروض للهدوء، ومكان الناس داخلة فيه عشان تحتمي ببيت يعني من بيوت الله يعني، او سواء في مسجد او بتتكلم في كنيسة او مكان عبادة يعني. فانت المفروض ان هو يعني يكون مكان ليه قدسية خاصة يعني. بس وتحياتي.